وكل شوية تقول لي يلي مالكيش أب. دي واحدة بتحكي وبتقول أنا واحدة عايشة مش عارفة أنا مين ولا بنت مين، الناس اللي ربوني وكتبوني باسمهم لقوني في الشارع وكتر خيرهم ربوني مع عيالهم، بس للأسف كنت بتعامل أسوأ معاملة، يعني يا ريتهم ما كانوا خدوني أصلا. دايما كان في تفرقة بيني وبين عيالهم وعذبوني كتير قوي، ولما كبرت كان بيجيلي عرسان كتير بس كانت بتترفض كلها لاني كنت بشتغل وبديهم الفلوس، وكان بيطلع عيني مرمطة في البيوت، وفي الاخر كانوا اللي ربوني هم اللي بياخدوا الفلوس كلها. لحد ما جه واحد اتقدم لي كنت شايفاه انه كويس، وكالعادة كانوا بيرفضوا، ولما اعترضت وقلت اني هتجوزه راحوا طردوني من البيت وما كانش ليا مكان اروحه، فاتجوزت اللي كان متقدم. اتجوزت بسرعة من غير ولا فرح ولا عفش زي باقي البنات، حتى ما فيش حد قال لي مبروك بعد الجواز. اكتشفت ان راجل مش كويس وبيشرب وبيضربني وبيعاملني معاملة وحشة جدا، وكل ما يتخانق معايا يعايرني اني ماليش اهل ويقول لي انت بنت حرام، وما كانش بيحب خلفة البنات، وانا ربنا كرمني في خلفتي الاولى ببنت جميلة. ساعتها شفت معاه العذاب الوان، رغم اني وقفت جنبه كتير، وتقريبا انا اللي اشتريت كل حاجة في الشقة من الصفر من تعبي وشقاية، وربنا شاء وحملت تاني. وبنتي الاولى كان عندها لسه سنة، واول ما عرف اني في الطفل التاني كمان بنت طردني من البيت وانا في الشهر الرابع ومعايا بنتي الكبيرة، وحتى مرضاش يديني هدومي او هدوم بنتي. ما كانش عندي حل غير اني اقعد مع واحدة صاحبتي، وكنت بشتغل طول الوقت لما طلع عيني عشان اأجر شقة صغيرة تلمنا واجيب فيها شوية عفش نقعد عليه، وكنت ببدأ من الصفر تاني من الاول، لان طبعا الشقة كانت على البلاط، وكل ده وانا لوحدي، ربنا اللي كان بيساعدني. جوزي بقى ما كانش عاوز يطلقني، فانا فضلت وراه لحد ما خلعته، وكنت بربي بناتي الاتنين وبشتغل ليل ونهار عشان نعرف نعيش، لحد ما تقدم لي راجل كويس، وكان لازم اتجوز عشان انا كنت لسه صغيرة، وقلت يمكن ارتاح شوية من الشقة اللي انا فيه. وهو كان متجوز وعنده اولاد، عارفة انه غلط بس ده اللي حصل، وخلفت منه ولد. ومراته الاولى كانت عارفة انه هيتجوز وموافقة، بس ما كانتش تعرفني ولا تعرف حاجة عني. فضلت تدور ورايا لحد ما عرفت انا مين، وان اللي ربوني دول مش اهلي. وحاليا كل ما تيجي تتكلم معايا تقول لي يلي مش عارفين ابوكي مين. انا اكتر حاجة خايفة منها هم عيالي لما يكبروا ويعرفوا اني ماليش حد ولا حتى عارفة امي وابويا، هتبقى نظرتهم ليا ايه؟